بجد انا واثقه المره دي انك لو شفتي الوصفه دي بجد هتعمليها وهتدمنيها كمان. هتعمليه بتتبيله مميزه وقرمشه وطعم خطير زي المطاعم واحسن كمان، وكمان مش شارب زيت. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا. يلا بينا. اول حاجه جبت الكبه وهنا بجهز للتتبيله بتاعتنا. هحط كده الليمون، انا بحط الليمون بقشره بيديني نكهة حلوة جدا، وهحط كمان فصوص كده حلوة من الثوم حوالي 10 فصوص، وحطيت كمان جزراية صغيرة، وحطيت كمان عيدان من الكزبرة والشبت مش كتير وما تكتريش. وابتديت احط ملح وفلفل وكمون وبهارات وكزبرة ناشفة. بس كده. بعد كده هبتدي ان انا اضرب المكونات كويس جدا في الكبة، وهزود كمان معلقة كده كبيرة من الخل، وهضرب المكونات كويس في الكبة. وبعد كده هبتدي احط شوية شطة عشان كنت نسيتها، واحط كمان معلقة زيت واحدة. بعد كده بقى جبت دلوقتي سمك فيليه. سمك فيليه ممكن يكون فيليه بولتي او قشر بياض زي ما انت حابة تقدري تستخدمي. التتبيلة دي حلوة جدا، وهي دي تتبيلة السمك المميزة جدا، بيبقى طعمها حلو قوي قوي. تقدري تستخدميها في اي نوع من الاسماك زي ما انت حابة. انا هنا استخدمت الفيليه ده بتاع البولتي، وابتديت اقطعه زي ما حضراتكم كده شايفين واتبله. وجبت بقى سمك المكرونة وابتديت ان انا برضو احطه في التتبيلة. ميزة التتبيلة دي ان هي تنفع لجميع انواع السمك. هتلاقوني بقى في الفيديو كده وانا بتبل رافعه ايدي عشان كانت صباعي كان متعور. بعد بقى ما تبلت كده قفلت على العلبة وحطيتها في التلاجة لمدة ساعة كده علشان يتشرب السمك معانا من التتبيلة الحلوة القمر اللي احنا عملناها. دلوقتي بقى علشان اقليه بجيب اي طبق عندي وابتدي احط فيه كوباية من الدقيق، بحط عليها ربع كوباية من النشا، وببتدي بقى ابهر الدقيق بالنشا بتاعتنا. هنحط بقى دلوقتي ملح وفلفل، والنشا هنا بتديني قرمشة حلوة جدا جدا معانا للسمك، وكفر كده جميل قوي. الميزة بقى بتاعتنا هنا النهاردة او السر بتاعنا في ايه؟ في التلج اللي احنا هنحطه دلوقتي زي ما حضراتكم كده شايفين. هنحطه في قلب البولة، حطيت تلج وحطيت عليه مية، وعلشان يبقى ساقع معانا ممكن بقى تستخدمي انتي على طول مية ساقعة لو انتي حابة. ده السر في قرمشة السمك معانا. بحط السمك في الدقيق بالنشا بالخلطة كده زي ما انتوا شايفين، وببتدي احطها في المية اللي بتلج، وارجع تاني انزلها واعمل لها كفر تاني من نفس الدقيق والنشا زي ما حضراتكم كده شايفين. بعمل بقى السمك كله بالطريقة دي، وادي شكله، ويلا بينا علشان نقليه. لما بنزله في الطاسة بتاعتي بيكون الزيت غزير، وفي نفس الوقت بتكون الزيت بيكون معانا سخن جدا علشان يبتدي ان هو يقرمش معانا، ما يكونش الزيت بارد او يكون مش سخن. بسيبه بقى ما بقلبهوش خالص لحد ما ابتدي نحس ان هو، او اشوف كده الاقيه ان هو اتقرمش معانا او استوى معانا من الجنب ده. هبتدي اقلبه على الجنب التاني على طول. ما اقلبوش في الاول عشان ما يبتديش ان هو يبقى يتهري معانا، او يبتدي ان هو المكرونه تتكسر كمان معانا. هنا بقى عملت برضو الفيليه بنفس الطريقة. بصوا المكرونة اتحمرت، لونها بقى جميل قوي ذهبي، وفي نفس الوقت كده مقرمشة، وطعمها بجد كان خطير قوي. يعني الطريقة دي بجد بجد لا هتتبسطوا قوي منها لو جربتوها. طريقة ناجحة وسهلة وبسيطة. بعد كده بحط بقى الفيليه زي ما حضراتكم كده شايفين، وبرده ما بقلبهوش، ببتدي اسيبه لحد ما اتاكد ان هو استوى على الجنب الاولاني، وابتدي اقلبه على الناحيه التانية. باجي بقى بطلعه بالشكل ده، وبصوا بقى بيطلع معانا. عايزه اقول لكم بصوا القرمشه ما بيبقاش شارب زيت خالص. هنا بقى عملت شويه رز كده صيديه، طبعا انتوا عارفينه واساتذه اكيد فيه كلكم، بالف هنا وشفا. وابتديت بقى ارص قطع المكرونه كده، وعملت بقى سلطة طبعا خضراء وسلطة طحينة زي بقى ما انتوا حابين تقدموا تقدروا تقدموا. وهنا بقى قلت ارص كده الرز مع الطبق بتاعنا الجميل ده. بصوا بجد بجد كان خطير. طعمه حلو قوي وريحته حلوة قوي. التتبيلة مركزة ومميزة كده فيه، طبعا حركة قشر الليمون ده بجد حلوة قوي قوي، بتخلي التتبيلة فعلا مميزة كده قوية. هنا بقى بصوا سامعين صوت القرمشة بتاعت الفيليه؟ بصوا خطيرة زي المحلات واحسن كمان وانضف طبعا. بصوا بقى من جوه قلبه حلو ازاي، يا جماله. طعمه بجد تحفة. سامعين القرمشة طبعا.
وهنا بقى وانا بوريكم المكرونه كده، بصوا برضو مقرمشه وحلوه قوي طعمها، عارفين بجد احلى من الجمبري كمان. زي ما انتم شايفين مش شارب زيت خالص، لان انا والله ولا طلعته على مصفى ولا طلعته على مناديل، انا طلعته حطيته في الطبق على طول بالشكل ده. دي فعلا ما بتخلوهوش يبقى معانا شارب زيت. جربوه بألف هنا وشفا.